اهلا بيك يا علومنجي العزيز. لو لسه محتار تختار بين كيمياء منفرد او كيمياء فيزياء، يبقى الفيديو ده ليك. هنعرف مع بعض الفرق بينهم، وهنشوف هل فعلا الاقسام المزدوجة احسن من المنفردة، ولا الموضوع كله كلام بيتقال وخلاص. وكمان هل الاقسام دي صعبة للدرجة اللي بيخوفوك بيها ولا لا. اولا نبدأ بالدراسة. المشترك بينهم انك بتدرس الفروع الاساسية للكيمياء، ولكن بالنسبة للكيمياء منفرد بنركز على بعض الفروع اللي مش بيركز قوي عليها اي قسم مزدوج، زي العضوية، التحليلية، فيزيائية، غير عضوية، وكيمياء حيوية، ومحتاج حد بيحب التنوع والتجربة في اكتر من مجال. وبالنسبة لكيمياء فيزياء بيركز على الكوانتم، انتروبي، كاينيتكس، كهرباء وأطياف وترومودايناميك وسيرفيس كيمستري وإلكتروكيمستري، وبيبقى فيه مسائل ومعادلات كتير بتحتاج حد محب للرياضة. ثانيا التدريبات. بالنسبة لكيمياء منفرد فالتدريبات المتاحة في معامل التحاليل، مراكز بحوث ومعاهد متخصصة. أما الكيمياء فيزياء فالتدريبات المتاحة في مجال التحاليل الطبية، مستشفيات، مصانع الأدوية، طاقة وكهرباء، بترول، أشعة ومجالات نووية وطاقة متجددة. ثالثا مشروع التخرج. بالنسبة لقسم كيمياء منفرد بيكون إجباري، أما قسم كيمياء فيزياء بيكون اختياري. بالنسبة بقى للدبلومات فكيمياء منفرد متاح ليه دبلومات في فروع الكيمياء الحيوية والتحليلية والشرعية والتطبيقية، والكيمياء فيزياء متاح ليه دبلومات كيمياء حيوية وتحليلية وعضوية وتطبيقية وكهربية وفيزياء إشعاعية وحاسبات ومفاعلات نووية وطاقة شمسية وعلم المواد. آخر حاجة وهي مجالات العمل، والاتنين ليهم فرص في مجال البحث والصناعة. وبالنسبة للكيمياء منفرد ممكن يشتغل في شركات أدوية، أغذية، كيماويات وبتروكيماويات ومعامل مياه ومصانع أسمنت وحديد. بالنسبة بقى للكيمياء فيزياء فممكن يشتغل كباحث أكاديمي، معامل أبحاث، شركات بترول وغاز، طاقة جديدة، والمستشفيات في مجال الأشعة والتصوير الطبي. وبعد ما عرفت الفرق بين القسمين دلوقتي تقدر تختار القسم اللي مرتاح له. وياريت نكون ساعدناك في إننا نقلل حيرتك، ولكن عندنا نصيحة، وهي إن قسم كيمياء فيزياء بيجمع بين علمين كبار، فبالتالي المجالات في فرص الشغل والتدريبات والمعرفة الأكاديمية أشمل وأكتر. أما كيمياء منفرد بيتوسع جدا في الكيمياء عن أي قسم مزدوج، فبالتالي بيكون في أفضلية ليه في الشغل اللي بيتعلق بالكيمياء. ولو عندك أي أسئلة اكتب لنا في الكومنتس وهنجاوبك عليها، واستنونا بإذن الله في فيديوهات جديدة عن التفريق بين الأقسام.